ازاي انجح في تمريني؟ انا كان نفسي بتمرن حاجه اسمها كروسفيت او فانكشنال فيتنس. الفانكشنال فيتنس او الكروسفيت هي عباره عن مجموعه حركات بتبقى كومباوند موفمنتس، نفس تقريبا الحركات اللي انا بعملها في حياتي الطبيعيه. يعني مثلا السكوات هو كانك بتقعد على كرسي وتقف، الديد ليفت هي كانك بتشيل حاجه من على الارض وتشيلها لفوق. فالتمرين اللي انا بعمله ده هو عباره عن حركات طبيعيه انت بتعملها في خلال يومك، فهو احنا بنستخدم نفس العضلات ونفس الجوينتس اللي انت بتستخدمها في حياتك الطبيعيه. ليه احنا عملنا الفيديو ده؟ عشان احنا برضه لازم نحذر الناس من شويه حاجات. في ناس بتخش في كروسفيت ما بتبقاش فاهمه او ما بتبقاش لسه عارفه، وبتحاول تخش على انتنسيتي او جهد عالي جدا هي لسه مش قادره عليه. بالتالي ده بيسبب لي حاجه من الاثنين، يعني ان انا ببقى تعبان على طول، حاسس ان جسمي مكسر على طول، او لا قدر الله بتسبب اصابات. فانا دايما بقول للاعيبتي ان دايما في 4 مراحل للتمرين، هم كالتالي. اول حاجه واهم حاجه هي الميكانكس، هي ان انا اتاكد ان انا بعرف اعمل الحركه بشكل او بفورم صح، ما يكونش فيه اي خطر يعرضني للاصابه. نمره 2 هي كونسيستنسي، هي ان انا اقدر اعمل نفس الحركه من 5 ل 10 مرات ورا بعض بدون اي غلط في الفورم. نمره 3 هي الفوليوم او الحمل. الفوليوم بمعنى ان انا مش هينفع ابتدي اعمل مثلا 100 ديد ليفت على طول. في الاول هحاول اعمل 5 مجاميع في 5 عدات، بعد فتره ممكن اعمل 5 مجاميع في 10 عدات. فلازم افضل اشتغل على نفسي واطور من مستوايا لغايه لما في يوم من الايام هقدر اعمل تمرينه مثلا فيها 100 ديد ليفت بشكل كويس ومن غير اي اصابات. احنا اتكلمنا على الميكانكس، هي ان انا اعمل الحركه بشكل تمام، والكونسيستنسي اللي هي ان انا اقدر اعمل نفس الحركه بنفس الفورم بدون اي غلطه، ونمره 3 ان انا اعرف اعمل فوليوم عالي من نفس التمرينه بدون اي غلطه. نيجي بالتالي للبوينت الرابعه وهي الانتنسيتي او الجهد في التمرين. لما اكون اطمنت على ال3 مبادئ اللي احنا قلناهم من الاول، ساعتها بس اللي هقدر ازود الجهد او الانتنسيتي بتاعتي. والجهد او الانتنسيتي هنا معناه ان انا اقدر اعمل التمرينه بسرعه، يعني معناه ان مثلا بدل ما اعمل 10 ديد ليفتس في دقيقه، انا ممكن اعمل 10 ديد ليفتس دول في 20 ثانيه. مشكله كتير قابلتني في الكارير بتاعي هي ان انا عندي لعيبه بتبقى جايه لي عملت غلطه، وهي ان هي بتبتدي دايما بجهد عالي اللي هي اخر نقطه احنا قلنا عليها، فبيتصابوا، فبيضطروا يقللوا تمرينهم، وساعتها بدايتهم في التمرين بتبقى مش موفقه. ساعتها بس بيفهموا ان ما ينفعش تسبق حاجه بحاجه، ان انت الانتنسيتي او الجهد العالي بتيجي بعد ما تكون بقالك فتره بتتمرن وعرفت فعلا ازاي تعمل كل الحركات الصح بالطريقه الصح. يعني باختصار احنا دايما بنتعلم نحبي قبل ما نتعلم نمشي، وبعد كده بنعرف نجري. نفس القصه نعملها في التمرين، ما تستعجلوش وتحاولوا تخشوا بانتنسيتي عاليه، لان مش هتاخدوا الفايده كلها وممكن لا قدر الله تتصابوا. السلام عليكم.